السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي وأصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. النهاردة عندنا قصة حقيقية كالعادة، يا رب تعجبكم. قبل ما نبتدي قصتنا النهاردة أحب أفكركم زي كل مرة بالدعم، اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتاج مساعدتكم ودعمكم ليا كتير. يلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة وما نطولش عليكم. بيقول صاحب قصتنا النهاردة: دارت أحداث القصة دي وأنا صغير في السن، فكان أسرتي بتتكون من أبويا وأمي وأختين، وكنا بنعيش في منطقة الحسين، لكن كان مكان عمل أبويا في الحومدية في شركة السكر تحديدا. كان بياخد وقت كبير من الحسين للحومدية مكان شغله وفي رجوعه كمان، وده كان بيخلي أبويا مجهد جدا لما كان بيرجع البيت من الشغل. عشان كده قرر أبويا إنه ياخد لنا سكن قريب من شغله، وبالفعل مع البحث ولاد الحلال دلوه على بيت جميل في الحومدية في مكان اسمه المستعمرة، وتسمى بالمستعمرة لأنه تم إنشاؤه في فترة الاحتلال الإنجليزي، فكان المكان عبارة عن مستعمرة إنجليزية. عجب والدي قوي وقام في الحال شاريه على طول من غير تردد. جهزنا شنطتنا وعفشنا واتجهنا للحومدية، وتحديدا للمستعمرة اللي فيها بيتنا الجديد. وصلنا الحومدية وهناك كان فيه بوابة قديمة، دخلنا منها ومشينا بالعربية جوه في مكان من الواضح إن مفيش حد ساكن فيه غيرنا. وصلنا لبوابة تانية صغيرة مصنوعة من الحديد وباين عليها إنها قديمة، وكان وراها جنينة وبيت شكله جميل. عجبنا قوي بالرغم من الأجواء المخيفة والمرعبة بسبب الأشجار العالية اللي بتحوط البيت من كل مكان زي أفلام الرعب بالظبط. المهم دخلنا البيت، ما كانش كبير قوي، كان بيتكون من أوضتين، واحدة فوق والتانية تحت، وكانت الأوضة اللي فوق من نصيب أنا وأخواتي، والأوضة اللي تحت من نصيب أبويا وأمي. ودخلنا أوضتنا وبدأنا نرتب هدومنا في الدولاب، وجه الليل ونمنا كلنا، وكانت ليلة هادية وما كانش فيها أي أحداث غريبة. وصحينا تاني يوم وبدأنا أول أيامنا في البيت الجديد. راح أبويا على شغله، وراحت أمي على المطبخ عشان تعمل لنا الغدا، واخواتي راحوا على الجنينة بتاعة البيت يلعبوا. أما أنا بقى بدأت رحلة استكشافية للمكان، فمشيت شوية ما لقيتش حد في المكان غيري أنا وأهلي والأرض الزراعية اللي حوالين البيت. لما رجعت البيت رحت ورا البيت عشان ألاقي جدار فيه كسر، فدفعني الفضول إني أبص منه عشان أستكشف المكان. ورا الجدار تحديدا شفت طفلين بيلعبوا، ما اهتمتش كتير ورجعت جوه البيت تاني، ما قلتش لحد على اللي شفته. وكنا قاعدين انا واخواتي، فجأة لقيت بتصرخ صوتها ملا المكان، فجرينا عليها بسرعة عشان نلاقيها في حالة صدمة. فبدأنا نهديها وحاولنا نعرف منها ايه اللي حصل، فقالت انها شافت راجل غريب وشكله مخيف لابس بدلة قديمة قوي ووشه محروق. وفضلت حالتها كده لحد ما ابويا جه وقالت له على اللي شافته، هداها وقال لها ان ده خيالات مش اكتر. عدى باقي اليوم عادي من غير اي حاجة مريبة، وجه ميعاد النوم ونمنا كلنا. قمت بالليل كنت عايز اروح الحمام، ونزلت عشان ادخل الحمام لقيت صوت في الحمام، فاعتقدت انه ابويا، لكن انا محتاج ادخل الحمام وابويا طول جوه. خبطت خبطة خفيفة على باب الحمام فلقيت أبويا بيتنحنح في الحمام، لكن اللي فجعني ورعبني إن لقيت أبويا بيكلمني من أوضته وبيقول لي: أنت بتعمل إيه عندك في الوقت المتأخر ده؟ فجريت وأنا بقول هم مين اللي في الحمام؟ نمت على سريري وأنا بترعش من الخوف. فقالت لي أختي: مالك؟ فقلت لها على اللي حصل، وقررنا من شدة الخوف ننام والصبح نفكر هنعمل إيه. وبعد شوية لقيت أختي بتنادي عليا، طبعا أنا ما كنتش نايم من اللي حصل معايا، فرفعت الغطا من على وشي عشان ألاقي المفاجأة، أختي نايمة في سابع نومة. أمال مين بينده عليا؟ وما كانش في حد معانا في الأوضة. فبدأت أصرخ فصيحوا كلهم على صوتي، ولما جم حكيت كل اللي حصل معايا، فهداني أبويا ونام معانا في الأوضة هو وأمي. صحينا الصبح تاني يوم وأبويا راح على شغله، وإحنا كنا
في الجنينة بتاعة البيت، وفجأة لقينا أختي جوه البيت بتصرخ وكأنها بتتكلم مع حد. ولما طلعنا لها فوق كانت العروسة بتاعتها متقطعة. سألناها إيه اللي حصل عشان تفاجئنا أختي وتقول إن في بنت غريبة مخيفة خرجت من الدولاب وقطعت العروسة وهي بتقول إنها بتاعتها. فاضل كلب أمي وأخدتنا وخرجنا من البيت، واستنينا أبويا لما يرجع من الشغل، وحكت له اللي حصل، وأصرت إننا نمشي من المكان ده حالا. وبالفعل أبويا جاب عربية تنقل حاجتنا ونرجع على الشقة القديمة. وكان السواق راجل كبير في السن، فقال لأبويا ليه أخدت البيت ده؟ ده البيت ده مهجور من 50 سنة، وكان عايش فيه ضابط إنجليزي ظالم. وفي يوم من الأيام صارت الناس عليه ودخلوا عليه وقتلوه هو وأسرته، ودفنوهم ورا السور اللي ورا البيت. ومن يومها محدش دخل البيت ولا حد سكن فيه. يا أصحابي في كل مكان، نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، القصة الحقيقية اللي بقدمها لكم كالعادة. يا رب تكون عجبتكم وأحداثها عجبتكم وتفاصيلها عجبتكم يا رب. كان معاكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. وقبل ما أسيبكم على ألف خير، أحب أفكركم تاني بالدعم. أنا منتظر منكم الدعم وأفضل منتظر منكم لايك، اشتراك في القناة، تشيير الحلقة. دعموني بأقصى طاقة ممكنة عندكم، أنا محتاج دعمكم. أشوفكم على ألف خير. سلام.